أشعر بالأسى على فقدان الشهيد قاسم سليماني، عبارة عزاء واسى بها الرئيس التركي نظيره الإيراني حسن روحاني. إذن لماذا كل هذه الحرب الضروس في سوريا طوال 8 سنوات وأكثر؟ سؤال يرفعه السوريون بأطيافهم كافة، وهم يرون دماءهم تضيع بين أنقرة وطهران في ظل انفصام سياسي وعسكري. فكيف لأردوغان أن يضع في مرتبة الشهداء من كان رأس الحربة ومدبر معظم العمليات والمعارك ضد الفصائل والتنظيمات التي يتحالف الجيش التركي معها، وتلقى دعما عسكريا وماليا وخطابيا منقطع النظير من الرئيس التركي؟ ثم إن ما يعرف بالجيش الوطني السوري المعارض الذي شارك مع القوات التركية جنبا إلى جنب في غزوها للشمال السوري أصدر بيانا يبتهج فيه بمقتل سليماني ووصفه بأكثر أهل الأرض إرهابا وفسادا، في حين كانت الحلويات توزع في القرى والمناطق الخاضعة للسيطرة التركية فرحا بالخبر ذاته الذي أحزن أردوغان، بل إن توزيع الحلويات وصل إلى اسطنبول ذاتها من قبل معارضين سوريين بارزين. ونحن هلا باسطنبول ومبروك لكل الشعب السوري. حلقة انفصام جديدة في السياسة التركية عبر عنها أردوغان حين قال للرئيس الإيراني إن التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة يحولان دون الاستقرار فيها، وكأن قوته الموجودة في سوريا والعراق والمتوجهة إلى ليبيا ومحاولات تدخله العلني بشؤون مصر واليمن وتونس والسودان والصومال هي شأن تركي محلي، بل إن أردوغان نفسه من يدعو إلى تدخل دولي في المنطقة وفق معاييره وحساباته، وهو الساعي بين العواصم الكبرى ليقدم أوراق اعتماده كحليف تحت الطلب، غير آبهم بتناقض الأهداف بين القوى المتصارعة، فالأهم مصلحته هو، سواء كانت مع واشنطن والناتو أو أنها كانت في موسكو الخصم اللدود للأمريكيين، أو إذا كانت في بيته الثاني إيران كما وصفها خلال زيارته لها عام 2014. حتى أن أردوغان تغاضى أثناء وجوده في طهران يومها عن وصفه بالدمية التي تخدم إسرائيل من قبل عبد الله صادق ممثل خامنئي في الحرس الثوري، ولعله لم يرد تعكير صفو الصفقات التي كان يعقدها في كل المجالات باستثناء مجال واحد، هو إيقاف الحرب في سوريا التي كانت ساحة مناورة وتفاوض لأردوغان بطعم الدم. وبالنهاية فإنه يطلب من السوريين الذين فقدوا حتى اليوم أكثر من 1,000,000 ضحية أن يصدقوه ويزج بمن تبقى منهم في قوافل المرتزقة إلى سفر برلك أردوغاني قد لا تنتهي مفاعيله في ليبيا.